كلنا خلاص افكارنا خلصت لللانش بوكس بعد تقريبا شهر من مدرسه. الولاد زهقوا واحنا كمان زهقنا. تعالوا النهارده مش هقول لكم هنحط ايه جديد في اللانش بوكس، بس هقول لكم افكار تغيروا بيها شكل اللانش بوكس للولاد، فبالتالي يحسوا كانهم بياكلوا اكل جديد مع اننا بنحط نفس الاكل. لو انت وطفلك بياخد العلبه دي فكري تاني وحاولي تغيريها له، لانها ممكن تكون العامل اللي بيخليه ما بياكلش. العلبه دي من العلب اللي اثبتت مع كل الاطفال فشلها فشل ذريع. هي معقده جدا وبتتفتح بطرق مختلفه، وكمان ساعات الاكل بيخش على بعضه فيها فالطفل ما بيرضاش ياكل الاكل. ما تجيبيش لانش بوكس جديده، اي علبه عندك قديمه هاتيها وهقول لك ازاي تنظميها كانها لانش بوكس متقسمه بالظبط. في اطفال بيكي ايترز جدا، لو الساندوتش ده جه عليه اي حاجه على اطرافه ممكن ما ياكلهوش، عشان كده انا لازم اغلف الساندوتش ده، سواء احطه في اكياس زي دي بتكون سهله جدا على الاطفال وبنقفلها كمان بستيكر يكون لطيف ليهم، او حتى في اكياس زيب لوكس، او حتى في اكياس سندوتشات عاديه خالص. ده بيسهل جدا على الاطفال ان هم الساندوتش بتاعهم يفضل سليم طول الوقت، وكمان ممكن يفتحوا الساندوتش بس ياكلوه وبعد كده يسيبوا بقيه اللانش بوكس يكملوها خلال اليوم بتاعهم. وده كده هيكون اول حاجه عندي في العلبه بتاعتي، هحطه بالشكل ده. تاني حاجه بقى فكره علب الكب كيكس السيليكون دي او حتى الورق، بتخلي اي سناكس للاطفال سواء بسكوي سواء اي حاجه من الحاجات دي بتخلي شكلها حلو، يقدروا ياخدوها لوحدهم كده ياكلوها في البريك، وفي نفس الوقت كمان بيبقى شكلها مغري جدا في اللانش بوكس ومش بتوقعها ومش بتفرفت في اللانش بوكس كله. فهنحطها بالشكل ده. لو عندنا اي خضار او اي فاكهه بس مش بينزل ميه ممكن نغلفه بالستراتش بالشكل ده ونحطه كمان في اللانش بوكس مع الساندوتش. كده انا عملت اللانش بوكس وفيها كل حاجه لوحدها، وكمان في نفس الوقت قسمتها من غير ما حاجه تيجي على حاجه، وغيرت للاطفال وشكل اللانش بوكس وجددت لهم فيه. تاني فكره بقى كانت عمليه بصراحه مع بنتي لانها بيكي ايتر قوي، وكمان على طول كده ملخومه، وكانت بتقولي ان طول النهار اللانش بوكس بتقع منها. انا بدلت لها اللانش بوكس الكبيره بعلب بديله صغيره، حطيت كل حاجه في علبه صغيره، العلب في علبه، الساندوتش في علبه متقطع حتت صغيره، حتى كمان الخضار والفاكهه بقيت احطهم في علب شكلها زي الخضار والفاكهه، وكمان حتى الموز والتفاح او الجزر او اي حاجه طويله برضو بقيت احطها لها في علبه كده. الطريقه دي خلتها انها تاكل اكتر وتبقى عندها فرايتيز اكتر، انها تشوف ايه اللي في العلب اللي بعدها فتاكلهم. بس خلي بالك ما تجيبيش علب غاليه لان ممكن جدا العلب دي تضيع. نيجي بقى للموضوع اللي بيعمل مشكله في جروب الامهات، موضوع ان انا اعمل الساندوتش اشكال. ساعات في فترات بنحتاج ان احنا نعمل كده ليوم او يومين في الاسبوع كل فتره، عشان بس نحسس الولاد ان هم بياكلوا حاجه مختلفه وجديده وانت ما بتبقيش عملتي مجهود. وعلى فكره هو موضوع بسيط جدا، بتجيبي قطاعات ودي موجوده في كل دلوقتي اماكن الادوات المنزليه، دي حتى موجوده في السوبر ماركت واونلاين، وبتقطعي نفس الساندوتش اللي انت عملتيه، كل اللي هتعمليه بس زياده ان انت هتقطعيه حتت صغيره. تفاصيل بسيطه قوي بس ممكن تفرق جدا ان الطفل يرجع لك مخلص اللانش بوكس ومفيش احسن من كده. لو ولادك بقى اكبر شويه بلاش لانش بوكس خالص، جربي ممكن تحط لهم في الاكياس البيبر دي، بتكون اخف عليهم كتير وكمان بيعرفوا ان هم ياكلوها ويرموها وخلاص ويقضوا يومهم، بدل اللانش بوكس اللي بتضيع وبتكركب والحاجه بتخش فيها. وكمان هي عمليه جدا وخفيفه حتى للكبار مش بس للاطفال. بعد خبره مدرسه تقريبا 4 سنين حصل فيهم كل الكوارث اللي ممكن تحصل في الدنيا، بقولك ان اللانش باك دي للاطفال الصغيرين اهم من الشنطه الكبيره، لان لو حصل اي حاجه في الاكل، اتدلقت اكل وقع اكل فيه سوائل حصل اي حاجه، هي بتبقى في اللانش باك بس مش بتبهدل الكتب ولا الشنطه الكبيره. كمان لو انت هتحطي عصير او هتحطي اي حاجه معلبه يفضل انها تتحط في جيب الشنطه من بره تماما وما تتحطش في اي حاجه من جوه، لان غالبا ساعات بيحصل انها بتفرقع بتتقطع بتتخرم والدنيا بتتبهدل خالص وبيبقى تنظيفها فعلا صعب جدا. جربوا الافكار البسيطه دي وصدقوني هتلاقوا كلنا عندنا في البيت علب صغيره، كلنا عندنا في البيت اكياس سندوتشات، كلنا عندنا في البيت حتى حاجه ممكن نقطع بيها ونعمل بيها اشكال. بس هتفرق كتير جدا لما الطفل يحس ان هو في حاجه مختلفه ويبقى عنده كده فضول ان هو يجربها. قولوا لي في الكومنتات مين نفعت معاه ايه، وادوني كمان افكار جديده.